لو أنت مدير في حاجة مهمة أوي لازم تعرفها، الاحتراق الوظيفي مش معناه إن الموظف ضعيف، معناه إن في خلل في الإدارة ومحتاج يتصلح. لما الموظف بيبدأ إن هو يبقى عصبي، يفقد حماسه في الشغل، يبدأ إن هو يعمل غلطات كتيرة، أول حاجة بتيجي في دماغ الإدارة إنه هو كده مقصر في الشغل. ولكن علميا اللي حصل للموظف ده إن هو اتعرض لضغط وظيفي شديد أدى إلى إنهاك عصبي، والإنهاك العصبي ده خلاه ما بقاش قادر إن هو يستوعب معلومات أكتر، وما بقاش قادر يتعامل مع البيئة اللي حواليه. فكانت النتيجة إنه بقى عصبي أكتر، بيغلط أكتر في الشغل، بقى منفعل جدا على زمايله. دي مش مشكلة شخصية، دي مشكلة ضغط مش مدار بشكل صحيح. السؤال بقى ليك يا مدير، هل أنت عندك نظام تقيس بيه الضغط النفسي للموظفين زي ما أنت بتقيس مؤشرات الأداء ليهم؟